حكاية الجناح الطائر اللي ماتت امه قبل ما يحقق لها حلم. النجاح الحقيقي هو انك لما توصل تلاقي اللي حواليك موجودين ويفرحوا بيك. شاب من المحلة موهوب جدا وكان فقير جدا، بيجري في الجناح الشمال كأنه طيارة. والدته كانت بتحوش من أكلها علشان يركب القطر ويروح التمرين. إيمانها الوحيد إن ده أحسن لاعب في مصر. وصل الأهلي وبدأ يحوش فعلا وبدأ يبعت فلوس كل شهر لأمه. جات له مكالمة في وقت من الأوقات: ألو، أمك ماتت. اتكسر، وكل اللي كان بيحلم بيه وإنه يفرحها بيه راح قبل ما تشوفه بيتحقق. قالها بعد كده في لقاء بصوت مخنوق: كنت بحوش علشان أفرحها ومعرفتش أفرحها. رجع لعب بس روحه كانت ناقصة، واللعيب اللي كان بيجري كأنه بيطير بقى تقيل كأنه شايل جبل. العبرة: استغل كل حب حواليك لأنك مش عارف الحب ده هيمشي امتى، واللي بتحبهم ما تأجلش فرحتهم لأن الزمن ما بيستناش.